السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أغلى اخوات ومتابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل فطائر سهلة وبسيطة وسريعة جدا، بدقيق وملح بس هتعملي أحلى فطاير في أسرع وقت وأقل مجهود. في أقل من نص ساعة هتكوني مجهزة كمية كبيرة من الفطائر بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مورقة خفيفة طعمها حلو، لذيذة جدا، تقعد معاكي فترة طويلة في التلاجة أو في الفريزر. بأسهل طريقة هنعملها، شايفين شكلها قمر ازاي، وسهلة وبسيطة جدا. ما شاء الله الفطار بتاعتنا النهاردة مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود. طريقة فرد سهلة، طريقة عجن مش محتاجة مكونات كتير، دي وملح بس وحبة تفاصيل كده هتعجبكم. هتاخدوا أحلى وأطرى فطير سهل وسريع، طعمه مميز وكمان شكله مميز جدا زي ما انتم شايفين. يلا بينا نسمي الرحمن ونصلي على حضرة النبي ونشوف الفطائر القمر بتاعتنا السهلة البسيطة السريعة ايه. بس قبل اي كلام ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وكومنت حلو عشان تشجعوني وصلكم كمان كل جديد. اول حاجة كده هنسمي الله ونجيب كده طبق كبير هنعجن فيه، وانت تقدري تقللي كميه الدقيق او تكتريها حسب ما انت عايزه. احنا هنعمل كميه كبيره، ممكن تقللي الكميه حتى لو بكوبايه دي تجربي. اتحداكي هتعشقيه عشان سهل جدا وبسيط. جبت كده كميه ميه تقريبا 3 كوبايات ميه، وجبت حبايبي نص معلقه من الملح، وجبت معلقتين من السكر بس عشان يعزز الطعم وعشان يكون طعمه كده حلو حتى لو كلتيه حاف من غير اي حاجه. حطينا ميه وسكر وملح، وهنبدا بقى نضيف كميه الدقيق اللي انت عايزاها. انا هنا هستخدم كيلو دقيق، انت براحتك بقى تستخدمي اكتر تستخدمي اقل، بس الصراحه الكيلو دقيق هيعمل معاكي كميه كبيره. ممكن تعملي حتى كوبايتين دقيق وهتشوفي نتيجه مبهره، هتعشقيها كده علشان سهله وبسيطه جدا. هحط الدقيق شويه بشويه بالتدريج زي ما انتم شايفين كده، مش هحط كل كميه الدقيق. وبعد كده هفضل اعجنها كده، مش هتاخد معايا وقت خالص، تاخد تقريبا 10 دقايق في العجن لغايه لما العجينه تتلم وايدي كده يا حبايبي مبقاش فيها دقيق ولا عجين خالص. وفي نفس الوقت ما خليش ولا كتل خالص في العجين بتاعتي. لو حابه تعجنيها كده على الرخامه عجنيها هتنعم معاك وتبقى زي الفل. انا هنا خلاص مش هحط دقيق تاني، حطيت دقيق على 3 مراحل زي ما انتوا شايفين. لميتها كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، وبعد كده هبدا اخفي كل الدقيق اللي فيها ده، وهي زي ما هي كده نفس الطبق. بصوا كده ما شاء الله عجنتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا يا حبايبي ما شاء الله العجينه بتاعتي ولا طريه بتلزق ولا منها ناشفه، زي ما انتم ملاحظين كده عجنتها كويس جدا. طبعا كنت بكلم اللي حواليا ربنا يبارك، يعني البيت مليان ست الحبايب واخواتي، ربنا يبارك في عمرهم يا رب ويجعل بيوت المسلمين دايما عمار. عجنتها كويس جدا وهاخدها على الرخامه كمان، هاخدها عجنتين كده لغايه لما تنعم معايا خالص، وبعد كده هسيبها في الطبق تريح 5 دقايق مش اكتر من كده. جنبيها طبعا الولاد عايزين حته عجينه يا ماما، بس على مين ولا عبرتهم كملت عادي، ما سكتوش غير لما اديتهم العجين عشان يبعدوا عني. جبت صينيه كبيره رشيتها رشه دقيق كده كويس جدا علشان ابدا اقطع عليها العجينه. هبدا اكور العجينه كور صغيره كده، والكوره دي انت هتحدديها على حسب الفطير. عاوزه فطير مثلا بحجم كبير تمام، عاوزه فطير بحجم صغير تمام. وهنا كان ست الحبايب بتقطع معايا، ربنا يبارك في عمرها يا رب ويديها الصحه ويحفظها من كل شر. بصوا كده يا حبيبي ما شاء الله هقطع كل العجين زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة. بس اهم حاجة كده ادهن الوش دهنة بسيطة من الزيت عشان العجينة متنشفش معايا. هقطعها كلها كده واجيب اول واحدة انا قطعتها بالشكل ده. وست الحباب كانت ما شاء الله بتقول الكمية ما شاء الله كبيرة، هتعمل اكتر من 30 فطيرة زي ما انتم شايفين. يعني شايفين من كيلو دقيق كده او تقريبا بالظبط كيلو ربع من الدقيق عملنا كل الكمية الكبيرة اللي انتم شايفينها دي. بس هناخد كده هنريحها 10 دقايق، وبعد كده نبدأ نشتغل فيها على طول. طريقة فرد سهلة وبسيطة وسريعة جدا على رخامة زي ما احنا كده، ورش دقيق كده على رخامة، واجيب اول عجينة انا قطعتها وابدأ كده اسويها بايدي، واجيب العود او النشابة زي ما انت بتقولوا او عود الفطير بس احنا بنقول عليه نشابة، وابدأ كده افرد العجينة بتاعتي. بس احاول على قدر الامكان ما اخليش فيها دقيق خالص، اخلي بس رشه دقيق بس افرد بيها في الاول، وبعد كده العجينه ما شاء الله عشان مرتاحه هتتفرد معايا بكل سهوله. العود او النشابه اللي انا بفرد بيها دي ما شاء الله كبيره، كانت يعني مش مساعفاني قوي في الرخامه. لو انت بقى حابه تعملي مثلا بنشابه صغيره فهتقللي العجينه. انا عملت بالعود الكبير ده ليه؟ عشان هتشوف حجم الفطيره قد ايه ما شاء الله تبارك الرحمن. كل اللي انا بعمله ان انا بفرد الفطيره بضغط عليها ضغطه بسيطه، وفي نفس الوقت بضغط على الاطراف وارجع الفها كده
على الناحيه التانية. يعني مثلا افردها كده زي ما انتم شايفين، واروح ضغط على الطرف كده، بس ضغطه خفيفه عشان العجينه ما تلزقش معايا. لو ملاحظين ان انا ما ضفتش دقيق خالص غير في الاول بس. ولو ملاحظين كده حبايبي ان انا كل شويه بنفض الدقيق عشان العجينه بتاعتي ما يكونش فيها دقيق خالص، او الفطيره بتاعتي ما يكونش فيها دقيق. وهقول لك اهم حاجه ما يكونش فيها دقيق ليه دلوقتي، علشان الصراحه الطريقه ممتازه وسهله وبسيطه. الطريقه دي من ايام جدودنا، ناس كتير تعرفها. وبص، من الحلويات السهله البسيطه يعني بالنسبه لنا كده. لو محتارين ناكل ايه، تعال نعمل شويه فطير في الطاسه كده، عشان ما فيش اسهل ولا اسرع من كده. تاكليها بقى بعسل، بجبنه قديمه، تاكليها بمربى، تاكليها بسكر كده، بس جنبها كوبايه شاي، يا سيدي على الجمال. بعد ما فردناها كويس كده حبايبي، هنبدا نطبقها باسهل طريقه للتطبيق. هجيب كده الجنب الشمال والجنب اليمين واطبقها كده تبقى بالطول، وبعد كده اطبقها طبقتين تاني، مفيش اسهل من كده، تبقى عامله زي المربع كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد كده اروح شايلها على ايديا كده واحطها على صينيه. هنعمل كام واحده، وبعد كده هنبدا نقلي على طول واحده بواحده. ما تكتريش، يعني ما تعمليش الفطائر زي ما انا عملت كده 3 4 وبعدين تركنيهم، العجينه هتلزق معاكم، وبالذات الدنيا حر. اعملي فطيره فطيره وقليها على طول. هعمل معاكم واحده تاني واقول لكم على اسهل طريقه للقلي، وما شاء الله تضمني اللون الصح المظبوط، وكمان الطعم اللي هيكون معاكم مميز جدا. بصوا ما شاء الله طريقه الفرد يا حبايبي مفيش اسهل من كده. انا بحاول على قدر الامكان افرد الفطيره، ما اضغطش عليها قوي، اضغط على اطراف علشان تكون متساويه، وفي نفس الوقت ما تكونش الاطراف معايا تخينه. هفضل اوسع فيها كده، وما ننساش دايما احنا واقفين كده نصلي على حضره النبي ونستغفر دايما عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا. يلا يا حلوه، لو لسه ما عملتيش لايك اعملي لايك عشان تشجعيني، وعشان كمان يوصل لك كل جديد، وعشان الفيديو يرفع كده بيكم، وناس كتير حلوين زيكم كده يشوفوا الفيديو ويستفادوا منه ان شاء الله. اللي اول مره يشوف الفطير ده هيجربوا، والله العظيم طريقته سهله وبسيطه جدا، وكمان طعمه مميز جدا. ما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما انتم شايفين الفطيره بتتفرد معايا بكل سهوله، من غير ولا تعب ولا مجهود خالص. تحاولي على قدر الامكان ما تضغطيش قوي على الفطيره، منها تدوسي بالراحه وهتوسع معاكي، عشان العجينه بتاعتنا مرتاحه وما واخداش اي تعب خالص ولا اي تكاليف. حبه دقيق وحبه ملح، رشه بسيطه كده من السكر، هتطلع معاكي احلى فطيره. بس سيبيها ترتاح 10 دقايق وابداي اشتغلي فيها، ويا سيدي على الجمال. هنفضها كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي، مش هخلي فيها دقيق خالص. وبعد كده هنبدا نطبقها. هنا بقى الحشوات، الخطوه دي حلوه جدا، بتخلي الفطيره بتاعتي ما فيهاش دقيق خالص. الحشوات زي ما انت عايزه. انا هنا عملت واحده ساده اول واحده، تاني واحده هنعملها مع بعض بالسكر. هنحشيها سكر كده ما شاء الله، بس بعد ما اتاكد ان الفطيره بتاعتي ما فيهاش دقيق خالص. بص الخطوه دي خطوه حلوه جدا، بتخلي الفطيره بتاعتك منها تتفرد معاكي، وفي نفس الوقت يا حبايبي ما يكونش فيها دقيق. جبت كده السكر، ابدا كده ارش رشه بسيطه، تقريبا معلقه كده من السكر، مش هكتر، وهقول لك دلوقتي ليه. وابدا اطبقها. بصوا طريقه التطبيق كده، اجيب الجنب الشمال واطبقه، والجنب اليمين كده اطبقه على الجنب الشمال، وبعد كده ابدا اقفل العجينه تبقى زي المربع. شايفين الجمال ده؟ مفيش اسهل من كده. وبعد كده اجيب الطاسه بتاعتي، ويفضل ان تكون طاسه تيفال او المونيوم، بس تكون متخينه شويه، وهقول لك دلوقتي ليه. حطيت فيها كوبايه وربع تقريبا من الزيت، وسخنتهم كويس، وبعد كده هديت النار خليتها كده متوسطه، واحط اول فطيره. اول ما احط اول فطيره كده هتصفر معايا وتبدا تبقلل كده زي ما انتم شايفين وتعمل فقاعات. اروح اول ما تشد وتصفر معايا اروح قلبها على الناحيه التانيه، وافضل اقلب فيها شمال ويمين كده لغايه لما الفطيره بتاعتي لونها يكون ذهبي كده، وفي نفس الوقت تكون مورقه. شايفين كده ما شاء الله الفقاعات اللي طالعه منها دي دليل ان الفطيره بتاعتك هتطلع مورقه وشكلها وطعمها تحفه. زي ما انتم شايفين كده، اول ما الفطيره بتاعتي تاخد لون ما شاء الله اروح مصفيها كويس من الزيت. وهقول لك تحطيها فين دلوقتي علشان تضمني ان تطرى معاكي، وفي نفس الوقت تصفي كل الزيت اللي فيها وما تبقاش فيها ولا نقطه زيت. حطيت الفطيره دي تاني واحده، كنت عملت كذا واحده يعني عشان اصورهم معاكم، وكمان عشان ما اطولش معاكم في التصوير ويبقى فيديو خفيف لطيف عليكم. بصي يا حبيبي، اول ما تصفر كده روح قلبها على الناحيه التانية على طول. الخطوه دي هتخلي الفطيره ما تشربش معاكي الزيت، وفي نفس الوقت تكون خفيفه كده وتحمر وتاخد لون مظبوط ما شاء الله تبارك الرحمن. بصوا اللون الذهبي القمر ده. الفطيره اول ما تطلعيها من الزيت تحسي ان هي مقرمشه كده، تحطيها على طول وهي سخنه في حاجة لازم تكون ورقة او تكون حاجة كده بتشرب الزيت كويس علشان تتصفى معاكي، وفي نفس الوقت
تكون طريه. احنا بنعمل ايه يا حبيبي ما شاء الله عشان عاملين كميه كبيره، بس هحط معاكم اخر واحده دي وهقول لكم تعالى نعمل ايه في الفطير اللي معانا علشان ياخد الطري، وفي نفس الوقت يا حبايبي يفضل معايا كميه كبيره. ما شاء الله احنا عاملين كميه كبيره مش قليله زي ما انتم شايفين، وحطاهم في الحله ليه دلوقتي هقول لكم. ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده عملنا طبعا كميه بسكر وكميه من غير سكر. اللي من غير سكر ينفع ناكل بيها جبنه، ينفع ناكل بيها جبنه قديمه، تاكلي بيها حاجه مالحه. واللي بسكر طبعا جنب كوبايه لبن او جنب كوبايه شاي بلبن كده يا سيدي، على الجمال وعلى الطعم وعلى الريحه وعلى البركه وعلى الخير اللي في البيت. بشويه ملح ودقيق وحبه ميه صغيرين عملنا احلى فطاير في اسرع وقت واقل مجهود. بص اللي بسكر كده يا سيدي على الجمال وريحته رهيبه تبارك الرحمن. هنا بقى ممكن ترش عليه كله سكر كده وتاكليه هو سخن، بس احنا ما شاء الله عشان عاملين كميه كبيره وهيفضل معانا مثلا يوم او يومين او اكتر، علشان كده ما حطيناش عليه سكر على طول وهو سخن على الكميه كلها. لكن لو انت هتاكليه طازه كده على طول ما شاء الله ينفع تحط عليه سكر وهو سخن كده يا سيدي على الجمال. واللي احنا كنا حاشينه سكر ده طعمه قمر، والساده قمرين بالجبنه القديمه او بالجبنه البيضه يا سيدي. لو جبنه بيضه كده وبطيخ يا سيدي على الجمال، على احلى فطير واسهل فطير في اقل وقت واقل مجهود. بصوا ما شاء الله الكميه دي كلها كانت من غير سكر، والكميه التانية اللي احنا شفناها دي كانت بسكر. بصوا كانت بردت كده وتحسوا ان اللمعه من عليها راحت، يعني اتصفت من الزيت خالص وفي نفس الوقت بقيت طريه. بصوا كده ما شاء الله، بصوا الفطيره طلعت معانا طريه ازاي. يعني هنا كانت خلاص يعني اتصفت من الزيت وفي نفس الوقت طريه خفيفه جدا، طعمها حلو، سهله سريعه، ما خدتش معانا وقت ولا مجهود. فاقل من نص ساعه كنا عاملين كل الكميه دي ما شاء الله. يعني انت لو جربت في كوبايتين دقيق هتعمل معاكي كميه حلوه وهتجربي احلى فطير يا سيدي على الفطار كده. جنبيه كوبايه شاي او حتى كوبايه شاي بلبن هتاكلي احلى فطير. الفطير المطبق ده اسهل طريقه للفطير. محتاره ومش عارفه تاكلي ايه، طبقي كده فطيره وحطيها في الطاسه من غير ولا وقت ولا مجهود ولا تعب. بصوا قد ايه الكميه ما خدتش معانا وقت خالص. وهقول لك ازاي تحافظي عليها كده في الفريزر. اهم حاجه تحطيها في حله كده يا حبايبي، اول ما تطلعيها سخنه من الطاسه على طول، وحاطه تحتيها ورق الزبده. يعني انا كل حله من الحلل دول يا حبايبي حاطه تحتيها ورق الزبده عشان تصفى كده منها الزيت، وفي نفس الوقت الفطير بتاعي يبقى طري. وشايفين لونه حلو ازاي تبارك الرحمن. يعني تشجعوني واعملوا لي لايك على احلى فطاير دي. يعني الصراحه فطائر تفتح النفس زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال، مفيش اسهل ولا اسرع من كده. شكل يجنن وطعم حلو جدا، طريقه تحضير سهله زي ما انتم شايفين، وكمان من غير ولا وقت ولا مجهود. لونه قمر وطعمه قمرين، طريقه تحضيره سهله جدا من غير ولا وقت ولا مجهود ولا تعب. اعملي كميه كبيره من الفطير، يعني ده كيلو دقيق، شوف عملنا كميه كبيره قد ايه ما شاء الله تبارك الرحمن. مفيش اطرى ولا اسهل من كده، من غير ما تقولي مش عارفه افرد العجينه او عارفه اطبقها وهتاخد زبده وسمنه كتير. شايفين مفيش اسهل من كده. فطير اقتصادي سهل سريع صحي كمان، ما خدش معانا وقت ولا مجهود. حابه تحفظيه في الفريزر حطيه وطلعيه قبل ما تاكليه كده على طول ب10 دقايق كده، حطيه في الفرن هيرجع معاكي كأنه طازه ما شاء الله. بصوا مورق ازاي، بصوا ما شاء الله طري ازاي، مفيش اسهل من كده. يا رب النهارده الفكره تكون عجبتكم والوصفه تكون عجبتكم، وتجربوا الفطير القمر السهل السريع جدا، فطير الطاسه باسهل طريقه. بصوا التوريقه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. يا رب الوصفه تكون عجبتكم والفكره تكون عجبتكم. بصوا هنرجع كده نفرد الفطيره تاني. بصوا مورقه ازاي، شايفين خفيفه ازاي ما شاء الله، مفيش اسهل من كده. بصوا يعني مش معجنه، مستويه من جوه، لونها قمر زي ما انتم شايفين. شجعونا يلا بلايك وكومنت لاحلى فطير عشان توصل لكم فيديوهات تانية كتير. ما تنسوش تدعولي يا اغلى واحلى متابعين في الدنيا. ربنا يديمكم في حياتي نعمه كده. اقدر اقول لكم في اخر الكلام صلوا على حضره النبي العدنان واشتركوا في قناتي لو مش مشتركين، واعملوا لي لايك وسيبوا لي كومنت يفرحني. سلام.